الثقب الأسود منطقة تحت كوبري في محافظة الجيزة. لقوا تحت منها بقى ايه؟ أطفال مخطوفة، أطفال شوارع، متشردين، ناس عليها أحكام، ناس مسجلين خطر، سرقة وخطف ونهب وتسول وأفعال تانية خالص مش عايزين نذكر فعلها. كل الحاجات الغلط بتحصل في المكان ده. جه المواطنين اللي في قلب المكان لاحظوا حاجة زي كده، كانوا الناس بيجوا يعدوا يطلعوا من الناحية التانية. هما في دماغهم كده، في متخيلهم كده، ان هو اللي بيعدي من الفتحة اللي تحت الكوبري دي بيطلع من الناحية التانية. لحد ما راحوا بصوا الناحية التانية ما لقوش في فتحة الناحية التانية. دخلوا يشوفوا فيه ايه، شافوا كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. فقام جاي عامل منشن لوزارة الداخلية، لصفحة وزارة الداخلية. راحوا وقفلوا المكان ومسكوا كل اللي قوم هناك. اشتراك ولايك وصلي على النبي في الكومنتات وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لأول مرة تشوفني. اما لو انت من المشتركين عندي فاعمل لايك على الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد. ودايما لما تلاقوا حاجات زي دي بلغوا، ما تسكتوش، بلغوا عشان خاطر الغلط يتمنع، الغلط يبقى بلاشه. في امراض كتير بدأت تنتشر الفترة دي في مصر بسبب الحاجات اللي بتحصل في الكباري دي يا جماعة. الموضوع والله خطر، في مرحلة الخطورة قوي قوي، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب.